أفاد مراسل الجزيرة في الصومال أن عددا من الأشخاص قتلوا وجرح عدد آخر في انفجار لغم أرضي استهدف عددا من شاحنات النقل جنوب العاصمة مقديشو. وفي حادث منفصل أفاد مراسل الجزيرة بأن 9 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين بجروح إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات حفظ السلام الإفريقية على سوق البكارة وسط العاصمة مقديشو. هذا وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولي إن مئات آلاف الأشخاص الذين هربوا من القتال الدائر في مقديشو وفي مدن صومالية أخرى منذ عام 2007 يعيشون في ظروف تزداد قساوة. وذكرت المنظمة أن عددا كبيرا من النازحين استقروا في مخيمات مؤقتة في أفغوي بضواحي مقديشو دون ممتلكات. ويعاني هؤلاء من البؤس وسوء التغذية كما أنهم معرضون للأمراض. ويزداد عدد النازحين مع استمرار العنف إذ بلغ 4000 هذا الشهر. وأشارت المنظمة إلى أن عددا كبيرا من المدنيين أصيبوا بجروح بسبب القتال في مقديشو، وقدرت عدد من دخلوا المستشفى لتلقي العلاج منذ الأسبوع الماضي بأكثر من 200. ومعي من جنيف نيكول أنجلبريشت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون القرن الإفريقي. سيدة نيكول، أولا كيف تقيمين لنا وضع السكان وتحديدا وضع النازحين الصوماليين في مختلف مناطق الصومال؟ لقد وصفتم الموضوع بدقة في هذا التقرير، فوضع المشردين صعب وحرج للغاية والناس يعيشون في ظروف قاسية جدا، فلقد وصلوا إلى مخيمات مؤقتة بدون أي ممتلكات ويحاولون أن يعيشوا ويتعايشوا من خلال تبادلات تجارية صغيرة أو زراعة بعض الأماكن الزراعية الصغيرة، ولكن دون أي مساعدة دولية لهم. إذن فهؤلاء الناس يزداد عدد المشردين، وقد رأينا في يوليو 4000 شخص جديد. هذا يصعب الأمور أكثر، وهم كلهم يتعرضون لأمراض بسبب سوء التغذية، وهذا يسيء إلى أوضاعهم الصحية، وهذا يجعل الأمر صعبا عليهم وهم يبحثون عن ملجأ ومأوى. ولكن أيضا العامل الأمني مهم جدا، لأنهم يجب أن يتعايشوا ويشعروا بالأمن حتى في ظل هذه الظروف الصعبة. وهل لديكم تقديرات بخصوص عدد هؤلاء النازحين؟ كلا، ليس عندنا أرقام عالمية، فمن الصعب تقييم ذلك، ونحن نصل إلى بعض المناطق فقط، ونعرف أن 4000 الذين شردوا مجددا ووصلوا من مقديشو إلى أفغوي، وهذا عبارة عن 15 كيلومتر. هؤلاء 4000 عبارة عن تقدير، لأننا نتحدث إلى الناس مع منظمات الشريكة كالهلال الأحمر الصومالي، نعرف منهم هذه المعلومات، وهو عبارة عن رقم تقديري ل3000 أو 4000، ولكن لا يمكن أن نؤكد ونوثق هذا، ولكن هذا ما قيل لنا من خلال منظمات أخرى عاملة هناك. إذن فهذا الرقم 4000 هو ربما الرقم الأرجح وهو الأدق بالنسبة لما قدمناه من تقديرات. سيدة نيكول، إذا ختمنا هذه المقابلة بنداء لمساعدة هؤلاء، ما المطلوب تحديدا لمساعدة النازحين الصوماليين؟ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الصومالي قدموا طعاما لهؤلاء المستضعفين ل4000 شخص يعيشون في هذه المخيمات المؤقتة، ولقد اختيروا استنادا إلى وأوضاعهم الصعبة، على سبيل المثال العجزة أو الناس الفقراء أو العائلات التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الأوضاع هناك. وقد قدمنا حصص غذائية لهم لشهرين لكي يستطيعوا أن يعيشوا، هذا قد يخفف الأوضاع عليهم، ولكن هناك حاجة ملحة يجب أن يتم تغطيتها، ألا وهي الطعام. نيكول أنجلبريشت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون القرن الأفريقي، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك.